السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا أينما كنتم مشاهدين الكرام. وكيف ما عودناكم احنا في موسم ديال الزراعة ديال البصلة، بزاف ديال الأسئلة كنتوصل بها من بعض الأصدقاء على الفقلوج اللي كينوض في البصلة، واش يمكننا نخليوه أو لا نحيدوه. وبالنسبة للناس اللي كتسولني على آخر وقت ديال الزراعة ديال البصلة، راه حتى 25 في شهر 5. وبالنسبة للناس اللي بغات البصلة ديال الزريعة فمرحبا بها، اللي بغات النحاسية راه كاينة، وحتى الصيفية راها كاينة، والثمن ديالها وصل ل 25 درهم للمتر. وغادي تعرفوا معنا حتى الوقت اللي يمكن نعطيو فيه الماكله البصله، وغادي نعطيوكم شنو هي المواد ديال التسميد اللي يمكن تعطيوها البصله وتنجح معكم 100%. وغادي نحاول نتكلم لكم حتى الامراض اللي كتضرب البصله. كيف ما كتعرفوا هذه المضروبه حاليا راه فيها بوبياض، وعاد داوا هذا الفلاح هذا، وغادي نحاول نعطيكم كيفاش داويو البصله. بالنسبه للاخوان، البصله ملي كينوض فيها الفقلوج، هذاك الفقلوج الاخوان اللي كيكون في الوسط، بزاف د الناس كيقولوا لي واش نخليوه ولا نحيدوه. هذا الفقلوج خصو يتحيد. اول حاجه ما حدا صغيره، الا خليتيه حتى كبر راه غادي يبقى يهز الريعه وما غاديش تولي لك على البصله عاميكو. خصك ضروري تحيدو. وهذا المشكل هذا سبق لي وتكلمت عليه وقلت لكم بان هذا المشكل هذا راه ديال الزريعه، وحتى الوقت ديال الزريعه شويه معطل. هذاك الشيء علاش كدير البصله الفقلوج، ولكن حاول تحيدو. بالنسبه للناس اللي كيسولوني على المواد ديال التسميد اللي يمكن نستعملوا للبصله، البصله ملي كدير واحد الحبه قوقه يعني بحال الثومه، تما خصنا نستعملوا ليها ازو برو. هو هذا الاخوه اللي كتشاهدوا ديال 31. والطريقه ديال الاستعمال ديال ازو برو غتحاول تعطيها كل 15 يوم، وتعطيها 25 كيلو. درتي 25 كيلو هذا النهار، لا غدا ما ديرش وتعاود لها مره اخرى 25 كيلو وحده اخرى، يعني 50 كيلو في القطار. ولكن ضروري خصك تعاونها بالمابس، يعني هو هذا اللي كتشاهدوا. كذلك خصك تعطيها 25 كيلو من هذا المابس هذا، يعني هذا كيعطيها الغول مزيان، وتا الورقه كتيري مزيان. وما خصكش تكثر من الماكله بزاف، راه الماكله معروفه كل 15 يوم باش البصله كتشد الريتم ديالها. وحاول تدفع لها الماء مزيان. والطريقه ديال السقي ديال البصله راني تكلمت عليها وقلت لكم بان البصله تسقيها هذا النهار على الاقل 2 المرات حتى ل 3 المرات في الاسبوع، يعني ضروري تسقيها على هذا الوقت هذا باش البصله كتغلظ مزيان ويعطيك الطوناج مزيان. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. ما تنسوناش بالدعم في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.